مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من قناة بيك في البيت. اليوم راح أسوي كريمة الزبدة بالجبن. كلش كريمة طيبة وسهلة وطيبة كلش بتحشات الكيك، خصوصا كيكة الريد فيلفت وكيكة الجزر. راح نبدي بالمقادير: كوب سكر مطحون، كوب زبدة، 200 غرام من الجبنة الكريمية. أشوفكم شكلها لأن مو كل جبنة ترهم لهاي الوصفة. شوفوا هذا هو شكلها وقوامها، يعني مو الجبنة اللي القابلة للدهن. راح نبدي هسه نخلي الزبدة بالوعاء. هسه راح نضرب الزبدة بالخلاط شوية حتى تلين. ضربنا الزبدة بالخلاط شوية، هسه راح نضيف السكر المطحون ونبدي اول شي نسويها خلطة خفيفة حتى ما يطاير علينا، ونبدي نخلط. ضربنا الزبدة والسكر بالخلاط، هسه راح نضيف الجبنة ونضربها بالخلاط. أعزائي المشاهدين، هاي القوام اللي حصلنا عليه. ما تتصورون ايش قد طيبة، طعمها مميز. تحفظوها بالثلاجة لمدة ساعة أو أكثر قبل الاستخدام حتى تصير وياكم متماسكة، وتزينون بعدين بيها الكيك أو القطع الكوكيز. وجربوها إن شاء الله تعجبكم، وشكرا لمتابعتكم. مع السلامة.